شايف الاولمبي كان بادي في بدايه الترقي، كان بادي بصوره كويسه يعني، كسب فرقتين كويسين طنطا وتاني ماتش كسب كفر الشيخ، فكله توسم في الاولمبي ان الاولمبي بنسبه كبيره يعني هيبقى اول فرقه للصعود السنه دي. انا متهيألي ان السبب الرئيسي في الاخفاق هو ماتش سلسل ليان وبعديه ماتش دمنهور، هو ده السبب الرئيسي في الخساره. يعني هو السبب الرئيسي ماتش سلسل ليان وبعديه دمنهور. ممكن ماتش سلسل ليان كان الناس كلها معتقده الاولمبي هيكسب، الافراط بقى في الفرحه والفوز وكده، فعمل بقى خمول في الفرقه. هو ده الماتش الرئيسي، هو ده السبب في عدم صعوده، هو الماتش ده بالذات. هو الواحد طبعا يتمنى ان النادي الاولمبي يصعد، بس يعني مش متابع قوي الصفقات الجديده في النادي يعني، بس متهيألي صفقه وليد الحصري بالذات هيبقى مكسب للنادي الاولمبي يعني. بقيه الصفقات يعني مش متابعها قوي، او اللعيبه يعني اول مره اسمع عنها يعني، انما هو وليد الحصري ممكن يبقى صفقه كويسه للنادي الاولمبي يعني.